مساء الخير عليكم. معاكم المذيعة ملك أحمد من قناة ملوك الإخبارية. يلا بينا نبدأ نشرة أخبار النهاردة. الخبر الأول: الطقس. النهاردة الجو حر شوية في كذا منطقة في العالم، خصوصاً المدن الساحلية، وفي أماكن تانية في مطر ورعد كمان. الخبراء بينصحوا الناس يشربوا مية كتير وما يتعرضوش للشمس وقت الظهر. الخبر التاني: الرياضة. في الرياضة، فريق كورة كبير كسب ماتش مهم جداً وده قربه من بطولة الدوري، وكمان في بطولة جديدة للشباب الشهر الجاي والكل متحمس يشوف المواهب الجديدة. الخبر الثالث: العلم والتكنولوجيا. النهاردة العلماء أعلنوا عن اكتشاف كوكب جديد بره المجموعة الشمسية، وبيقولوا إنه ممكن يكون فيه مية. الاكتشاف ده مهم جداً عشان ممكن يساعدنا نفهم أكتر عن الفضاء والحياة فيه. الخبر الرابع: المجتمع. وفي خبر جميل من مجتمعنا، أطفال من مدينة أتكو عملوا حملة لتنظيف الشواطئ. شارك معاهم ناس كتير وكان شكل الشاطئ في الآخر زي الفل. الخبر الخامس: عالمي. وعالمياً فرق الإنقاذ لسه شغالة عشان تطفي حرائق الغابات في كذا دولة، وفي تعاون كبير بين الدول عشان يسيطروا على الحرائق بسرعة. وبكده نكون وصلنا لنهاية نشرتنا الإخبارية من قناة ملوك الإخبارية. استنونا في أخبار جديدة قريب، ومع السلامة.